تعالوا نعمل أكلة أصيلة من بلد الأصالة والكرامة. ربنا ينصرهم يا رب ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويقويهم، اللهم أمين. تعالوا بقى نعمل كفتة بالطحينة. بصوا حاجة كده جبارة تحفة. لو انتوا عندكم بقى عزومة مفيش أشيك بقى ولا أحلى من كده. معايا بقى هنا ايه، لحمة مفرومة. هعملها كفتة بالطريقة العادية. شوفوا الكفتة بالطريقة اللي بتريحكم اعملوها، بس انا هقول لكم انا عملت ايه. دي الطريقة الأصلية. زي ما قلت لكم معايا هنا لحمه مفرومه، ومعايا بصلتين محترمين طبعا على حسب الكميه، وبألف هنا عليكم وعلينا على كل اللي اكل منها، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، ولو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تمام كده. معايا بقى هنا ايه، زي ما قلت لكم انا بفرم البصله قوي، عايزاها للكفته. تمام كده زي ما انتوا شايفين. فرمتها قوي، بس حطيت كمان عليها حبة ملح بحيث ان هي تنزل ميتها. انا ولا هفصل بقى مية عن بصلة ولا اي حاجة، لا انا هستعملها على بعضها، مش هصفي يعني البصلة من المية بتاعتها زي ما بنعمل في الكفتة العادية. لا انا البصلة هستخدمها كلها بميتها بكل حاجة. تمام كده. معايا بقى بصلتين زي ما قلت لكم. قولولي جربتوها قبل كده ولا لا، او اللي ما جربهاش بنصحه ان هو يجربها. بجد تحفة، بجد تسلم ايد اي حد بيعملها. جميلة جدا، يعني تحفة بجد. كل اللي اكل منها عجبته الحمد لله. هنا بقى عياط السنين يا جماعة، عياط السنين مش عايزة اقول لكم. معايا بقى معلقة تومة حطيتها على اللحمة زي ما انتوا شايفين، معلقة تومة مهروسة. ومعايا نسبة دهون. طبعا لو اللحمة بتاعتك فيها دهنة ممكن ما تزوديش، بس انا اللحمة بتاعتي كانت حمرة شوية، يعني نسبة الدهون فيها مش عالية ولا حاجة. فانا كان عندي بقى دهن يعني وكده، فرمته في الكبة زي ما انتوا شايفين. وبدأت احط بقى ايه البصلة على اللحمة والتومة بتاعتي اللي انا حطيتها وايه كمان والدهنة اللي انا فرمتها. ايوه تمام كده. لازم انزل كل اللي فيها. ايوه بس. وهبدأ بقى احط الملح بتاعي. طبعا الملح ده على حسب الكمية والرغبة بتاعتكم. فلفل اسود تمام كده، وحبهان او هيل مطحون، وهحط كمان بابريكا بقى عادية او مدخنة، دي برضو ايه المتاحة عندكم. لو عايزين حبة شطة كمان برضو حاجة ترجع لكم. حطيت قرفة، حاجة بسيطة خالص يعني ريحة كده. لو برضو عايزين تستغنوا عنها استغنوا، بس بصراحة كانت تحفة جميلة قوي. جربوها بنفس الطريقة دي، حلوة قوي. بصوا عياط السنين يا جماعة. مين زي في البصل كده ما بيقدرش يقاوم. ربنا يرحمنا يا رب برحمته. وانا بقى زيادة من عندي جوزة الطيب، بحبها قوي في الاكل. فطبعا لو انتم مش عايزين جوزة الطيب براحتكم خالص، عايزين تعملوا الكفتة بطريقتكم انتوا او بطريقة انتوا بتحبوها ببهارات معينة اعملوها، مفيش اي مشاكل. بس يعني انا بقول لكم جربوها عجبتهم الحمد لله. حطيت بقى هنا ايه معلقة بقسماط ناعم، يعني ايه كنت خايفة ان هي تفك مني، بس الحمد لله ما فكتش ولا حاجه. هي معلقه صغيره كده يعني رشه بسيطه. بدات اعجن بقى. بصوا طلع غلب السنين بقى، غلب السنين. شوفوا ايه اللي مضايقكم وافتكروه في الوقت ده. لغايه ما تلاقي الخيوط بتاعتها او يعني بالطريقه العاديه الكفته بتاعتنا خالص. تمام كده. حطيتها على جنب، وجبت بقى الصينيه اللي انا هحط فيها الخضار بتاعي. معايا بصل وطماطم، ممكن تحطوا فلفل اخضر لو انتوا حابين. بجيب البصلايه كده واقطعها 4، عايزين تقطعوها اكتر من 4 براحتكم برضو. تمام. معايا اي 4 بصلات كبار كده. الخضار ده بيتاكل تحفة تحفة بجد والله يا جماعة، جربوها مش هتندموا. ومعايا برضو الطماطم بتاعتي بقطعها بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين. ايوه بقطعها كده. ايوه 4. الكمية بقى ديت على حسب ما انتوا حابين يعني، بس زي ما بقولكم هنشويه دلوقتي في الفرن، هيبقى جميل قوي 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 يعني. بصراحة بيدي طعم حلو وبيتاكل مش بيترمى ولا حاجة. ولو انتوا عايزين زي ما قلتلكم تزودوا فلفل اخضر براحتكم. حطيت بقى الملح بتاعي. طبعا لازم ابهر الخضار بتاعي. انا شغلت الفرن على درجة حرارة 200. تمام كده. وحطيت كمان ايه فلفل اسود وملح
وحبهان مطحون او هيل، ومفروض زيت زيتون، بس انا ماليش في زيت الزيتون قوي، ما بستخدموش بصراحة، مش بنحبه، فبستخدم زيت الذرة بتاعي العادي، وطبعا رشة جوز الطيب. تمام كده. هدخلها بقى الفرن، هتقعد معايا نص ساعة لحد ما الخضار بتاعي ده يتشوى. تمام كده. وهي بقى في الفرن كده زي ما انتوا شايفين، هنبدأ نصبع الكفتة بتاعتي عادي خالص. عايزين صوابع، عايزين كور، دي بقى برضو ترجع لكم، يعني التصبيعة ديت حاجة ترجع لكم عادي بالطريقة العادية، ولا بقى بظهر معلقة ولا اي حاجة، لا احنا بصبعها كده بين ايديا وتمام. لو انتوا عايزين تعملوها كور برضو عادي، برضو مش هتفرق. تمام كده. هخلص بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين، وما شاء الله كان الخضار معايا استوى، قعد معايا نص ساعة، ممكن يبقى اكتر شوية لو انتوا الفرن بتاعكم هادي، دي برضو ايه حسب الفرن بتاعكم. هبدأ بقى ارص الكفتة بتاعتي على الخضار زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله تحفة جميلة. بص هقعد اقول لكم جميلة جميلة بجد والله، اكلة لذيذة وخفيفة، وفي الحر اللي احنا فيه ده بصراحة جميلة قوي، يعني ما بتاخدش وقت في المطبخ، يعني لو انتم مستعجلين بصراحة ما بتاخدش وقت خالص. تمام كده. رصيت اللحمة بتاعتي وهدخلها بقى الفرن لحد ما اللحمة بتستوي. هعلي بس درجة الحرارة شوية، يعني هخليها 250 عشان الكفتة ما بتبقاش عايزة تاخد وقت طويل. تمام كده. معايا بقى طحينة، دي طحينة خام تقريبا كوباية. تمام كده. حطيت ملح وكمون وسماق. تمام. عايزين بقى مثلا تزودوا برضو حبة شطة برضو براحتكم، عايزين تحطوا بابريكا براحتكم. حطيت عليها كمان ليمون وزبدية. تمام. معلقة او معلقتين، او الزبدية زي ما انا اخدتها كده، اللي هي الزبدية البلدي. عايزين تحطوا زبادي شركات برضو عادي براحتكم المتاحة عندكم. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ووسع علينا جميعا من وسع اللهم امين. وكل اللي نفسه في حاجة يعملها، وكل اللي نفسه في حاجة بيتمناها ربنا يحققها له يا رب، وينجح اولادنا جميعا اللهم امين. معايا بقى بطاطس حطيتها في القلاية، هسيب لكم تجارب القلاية كلها. بصوا البطاطس البيتي في القلاية الكل كان بيشتكي منها، الحمد لله كل اللي جربها زي ما انا بعملها الحمد لله يا الحمد لله الحمد لله طلعت مظبوطة معاه. فهسيب لكم كل تجارب القلاية في اول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف. تمام كده. طلعت بقى هنا معايا الكفتة بتاعتي، هحط بس رغيف عيش كده عشان ما تقعش مني وغطا، وهبدأ انزل كل السوائل بتاعتي. تمام كده. هحطها على الكفتة. انا ما حطيت على كفتة ايه، على الطحينة. انا الطحينة قلبتها معاكم وسبتها ايه تقيلة، مش ما زودتهاش ميه، لا انا اخدت السوائل اللي نازله من اللحمه والخضار عشان تبقى منها فيها تديها طعم بقى. بصوا العيش ده ما ترماش ولا حاجه، ده العيش ده تحفه والله، تحفه تحفه تحفه. انا اكلته بصراحه بالكفته جميل جدا، اخد بقى من نكهه اللحمه والخضار فجميل. زي ما انتم شايفين اخدت السوائل بتاعتي وحطيتها بقى على الطحينه، وبدات اقلبها. انا عايزاها خفيفه مش عايزاها تقيله. تمام كده. وزودتها كمان حبة مية، كنت حاسة ان هي لسه تقيلة، زودتها مية ودقت الطعم بتاعي، زودت ملح وبهاراتي، وهي تمام بصراحة تحفة جميلة جدا. تمام كده. سبتها بقى عبال ما عملت الطحينة، وهقوم بقى حط عليها الطحينة. بصوا هي كان المفروض كفاية كده، بس انا بقى ايه يعني لما دقتها حبيتها فحطيتها كلها. فانتوا بقى ايه يعني ممكن تحطوا على القد كده وخلاص. لا انا حبيتها بصراحة، كانت تحفة جميلة جدا. هنا بقى كانت البطاطس خلصت معايا، بس عشان ما اطولش عليكم، واحنا عملناها قبل كده مع بعض في القلاية، فزي ما قلت لكم هسيب لكم كل تجارب القلاية ايه في اول كومنت مثبت. وهحط عليها دي بهارات بطاطس كده بتيجي من عطار. وكنت بقى بدعبس في التلاجة كده، لقيت سمبوسة من ايام التفريزات اللي كنا عاملينها، دول كانوا كام واحدة كده، فرحت برضو حطاهم في القلاية، وبرضو هتلاقوها في تجارب القلاية. وخلص معانا الاكل. بصوا كنت عاملة بقى شوية رز كده، رز مصري عادي بتاعنا، ممكن تعملوا رز بسمتي لو انتوا حابين، وحطيت عليه لون زعفران، يعني نطرته كده بحيث ان هو يبقى ملون، ما يبقاش اصفر ولا ابيض، فاهمني؟ هو ادى على رز عدس شويه، بس يعني قشطه تاكل، كان جميل قوي.
بصوا الجمال بصراحة، كانت الريحة بتاعة الكفتة فظيعة فظيعة بجد. لازم تجربوها يا جماعة، واللي جربها وطبعا اخواتنا العرب يقولوا لنا في الكومنتات دي الطريقة الأصلية بتاعتها ولا في حاجة كانت ممكن كمان تتحط. تعالوا بقى نشوف الجمال. الله الله بجد. حبة بقى بقدونس كده على الوش زي ما عشان نكسر اللون، بس طبعا لو مش موجود عادي ممكن تحطوا مكسرات لو انتوا حابين. عايزين بقى تاكلوها كده اصلا تحفة. هقرب لكم الكاميرا، بصوا ما شاء الله، يا ريتكم كنتوا معايا. بجد كانت اكلة جميلة وخفيفة. تعالوا بقى الفقرة اللي انا بحبها، هندوق. يلا بينا ندوق. بصوا تحفة تحفة تحفة. بس كده يا جماعة، وده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيفة عليكم، قدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.